جايب لكم النهارده الشرح ازاي تضيف اي خلفيه واللي يزعل يزعل. المهم انتوا فاهمين عشان في حاجات ايه مش لازم تتوضح. فازاي نضيف اي خلفيه هنا؟ تمام. ده البرنامج اللي انا عامله، هو عباره عن ملف الديبوت ده، تمام، وجواه ملف اي اكس اي، هو ده اللي بيشغل البرنامج. حلو. فاحنا لما بنيجي نشغل الاي اكس اي كده بالمنظر ده بيطلع لنا الواجهه دي. تمام. نبتدي من هنا نحدد المسار. مثلا هو عندي في ستيم لايبراري، بتخش ستيم كده وكمان، وبعدين تنزل تحدد ملف الوالبيبر انجن. حلو. وبعدين نيجي مثلا هنا نختار والبيبر نحملها، مثلا نختار دي. حلو. وبعدين نيجي هنا نحطه هنا كده وندوس التحميل. هنسيبه شوية كده لغاية ما يحمل لنا الوالبيبر ده حجمه 22 ميجا، فخلي بالك ان بيطول عشان بيحمل الوالبيبر نفسها. تمام. بعدين هيطلع لك رسالة بالمنظر ده يقولك ان الوالبيبر نزلت. هنخش هنا ننزل لغاية ندور عليها اهي، وكده الوالبيبر معانا اتضافت. طيب بالنسبة للبرنامج، فازاي تلاقي البرنامج؟ انا سايب لكم اللينك في الموقع بتاعي. تخش على اول واحد هنا كده، وبعدين تحمل البرنامج من هنا بالمنظر ده، تحمله من هنا. حلو. بالنسبة بقى للمصدر المفتوح بتاع البرنامج ده، يعني ده انا كده خدته عدلته. فبالنسبة للمصدر المفتوح ده كله يقدر يحمله عادي. انا برضو سايب المصدر بتاعه، هتلاقيه هنا. تمام. هيكون معاك بالشكل ده. لما تيجي تعوز تنزله هتنزله من هنا. فتعالوا مثلا ننزله. تمام. وناخده كده كات ونحطه هنا. تمام. ونرجع تاني. انت هتحتاج الملف الديبوت ده، بس انت هنا عشان تفعله حوار. فانت براحتك كده كده عندك الموقع، عايز تحمل الديبوت من هنا. تمام. عيش براحتك. المهم ان اي حد هيحمل او هيستخدم الاي اكس اي لازم يكون عنده النت ران تايم. تمام. وانا برضو هعدل اللينك، احط لكم اللينك بتاع الران تايم تحت، بحيث ان انتوا لازم تحملوه. حلو. فده بتخشوا عليه كده هنا، وبعدين تحملوا اللي في النص ده. تمام. وتسطبوه زي ما بتسطبوا اي برنامج عادي. محتاج ان انت تنزل بايثون. فعشان تنزل بايثون انا مثلا بستخدم اصدار من 3.10 3.9. فانت بستخدم اصدارات قديمه، فحاول برضو ان انت تستخدم اصدارات قديمه، بس مش عارف حاجه لو استخدمت احدث اصدار يعني من بايثون. بس بعد ما تسطب بايثون هيبقى في حاجه اسمها مش عارف ايه كده، بس زي سيلكت كده، زي مربع كده تختاره، وبعد كده تكمل الخطوات وتنكست. تمام. ده كده انت سطبت بايثون. تمام. فلما نيجي احنا هنا نحط المصدر المفتوح ده ونعمل له اكستراكت. ده البرنامج اللي هو البسيط اللي معمول اصلا، اللي بيخليك تضيف الخلفيات. لو انت شغلته كده عادي، تمام، وحطينا وخدنا نفس الفكرة. تمام. يعني مثلا جينا نحمل اي حاجة. شوف بس حاجة انا ما حملتهاش قبل كده، ثواني. وجينا نحمل اي حاجة زي كده، وحددنا برضو مسار. تمام. ودوسنا داونلود، هيديك ايرور، مش هيشتغل عشان مفيش ملف الديبوت اللي هو انا حاطه اصلا في الاي اكس اي، زي ما انتوا شفتوا هنا اللي هو الملف ده. فده بتعمل ايه؟ بعد ما بتعمل ملف كده بنفس الاسم ده كده، نفس الاسم ده كده، هتعمل ملف لو انت عايز تستخدم المصدر المفتوح ده. تمام. وتسميه نفس الاسم ده كده بالظبط، وتحمل الديبوت داونلود. لو انت مش هتعرف تستخدم ده، لان ده لازم تنزل له زي اكستنشن كتير وريكويرمنت ومش عارف ايه عشان تطلع في الاخر الاي اكس اي. فلو انت مش هتعرف تستخدم ده، تمام، فبس فكل اللي عليك هتيجي في تابة تانية تكتب كده ديبوت داونلودر دوت اي اكس اي بالمنظر ده كده، وافتح اول موقع هيظهر لك الموقع ده. هتحمل بتاع الويندوز اللي هو ده، هيطلع لك الاي اكس اي. تمام. ايه الاي اكس اي ده؟ اللي هو ده بالظبط، اللي هو ده. هتقوم واخد ده كده كوبي، ده الملف اللي هيطلع لك، هتقوم واخده كوبي تحطه هنا
بيست وتجرب تشغل البرنامج ده اللي هي النسخة المنظر المفتوح، ولازم يكون عندك بايثون عشان تشتغل معاك. تمام. ونجرب نحط تاني اللينك ونشوف هيشتغل المرة دي ولا لأ. تعالوا مثلا نحمل ده ونحط كده البتاع هنا ونحدد المسار وندوس داونلود، ومديناش ايرور، وابتدى فعلا يشتغل عشان انت كده حطيت له الملف اللي هو محتاجه عشان يبدأ يحمل. تمام. بس هنا لا بيديك علامة بعد ما بيخلص ولا الهوا، هو ده شكله. انت فاهم، فلازم انت تظبطه وتغير شكله براحتك. هو كده حاجة تقدر تعدلها براحتك يعني. فبس احنا كده ضفنا الخلفية ديت. تعالوا نشوف هو ضافها ولا لأ. فعلا اهي فعلا ضافها. فده الموضوع بكل اختصار. فانت لو لما تيجي لو عايز عايز تريح دماغك من الموضوع ده كله، عايز تحمل البرنامج كامل، فانت هتخش على اللينك ده. تمام. وتعمل داونلود، هينزل لك الرار ده. لما تعمل اكستراكت هيطلع لك الملف ده بالظبط. هتخش عليه، مش هتلاقي غير الملف ده والملف ده. الملف ده بس بيحفظ لك السيف بتاعك او الحاجات اللي انت كنت عاملها. فده بيعمل ده بعد ما بتحط الخلفيه بيطلع لك، فده عادي مفيهوش مشكله. فانت هتلاقي الملف ده والملف ده ملف الديبوت. حلو. وده ملف الاكس اي. هتشغل الاكس اي بس، وعادي سيب كل حاجه مفتوحه، لان ده ما تقلقش يعني، ده انا اللي عامله بنفسي. هو نفس البرنامج التاني، بس انا غيرت في شكله، خليته يعمل شويه حاجات زياده. تمام. فهتستخدمه على طول يعني. هو نفس التاني، بس انا ظبطته لك اكس اي بحيث ان انت تشغله على طول، ما توجعش دماغك ببايثون والشغل ده. تمام. فتعالوا نستخدمه تاني ونجربه اهو. ونختار المسار من هنا، وبعدين ندوس التحميل. بس وبعدين نقفل عادي البرنامج، وبعدين نخش على الانستولد ونشوف فعلا اهو نزلت الخلفية اهي. وبس كده. لو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك والسبسكرايب عشان نكمل اكتر. لو في حاجة مش فاهمينها اكتبوا لي تحت في الكومنتات. والموضوع سهل. اي حاجة محتاجين تسألوني عنها، رابط الديسكورد هسيبه لكم في الكومنتات برضو. واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.